أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام في قناتكم الخاصة بمتابعة كل جديد حول أحوال الطقس بالمغرب. كما عودناكم دائما نوافيكم بالنشرات اليومية والتحذيرات الجوية لحظة بلحظة. وقبل أن نبدأ تفاصيل هذه النشرة المهمة، ندعوكم بكل محبة إلى دعم القناة عبر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع أحبائكم وأصدقائكم حتى تصل هذه المعلومات إلى أكبر عدد ممكن من الناس. دعمكم لنا هو سر استمرارنا، وبه نتمكن من نشر الوعي والتحذير من أي تغير مفاجئ في الأجواء. إخواني وأخواتي، نحن اليوم أمام خبر عاجل وخطير للغاية، حيث تشير آخر المعطيات إلى اضطراب جوي عنيف أشبه بالإعصار سيدخل بحول الله إلى أجواء المغرب ابتداء من يوم الأحد ويستمر إلى يوم الاثنين، مع تركيز قوي على المناطق الشمالية. مدن طنجة، تطوان، الحسيمة، شفشاون، العرائش وزان والقصر الكبير ستكون في قلب هذه العاصفة، حيث يتوقع نزول أمطار غزيرة متواصلة ورياح قوية قد تحدث أضرارا محلية، إلى جانب سيول محتملة وارتفاع في منسوب الأودية، خصوصا في شفشاون وتطوان. أما على السواحل من طنجة إلى أصيلة فالانتظار هو بحر هائج وأمواج عالية تشكل خطرا كبيرا على الصيد البحري والملاحة. المدن الداخلية مثل فاس، مكناس، تازة وسيدي قاسم ستشهد بدورها أجواء ممطرة ورياح نشطة مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة، بينما المرتفعات كإفران وخنيفرة قد تعرف زخات ثلجية خفيفة فوق القمم العالية. هذه الوضعية الجوية الاستثنائية تستدعي منا جميعا الحذر الشديد، تفادي التنقلات غير الضرورية أثناء ذروة العاصفة، والابتعاد عن الأودية والشعاب، والتزامي أقصى درجات اليقظة. وقبل أن نختم نذكركم مرة أخرى أن دعمكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن لكم التوصل بكل النشرات والتحذيرات فور صدورها، فلا تترددوا في مشاركتها مع من يهمهم الأمر، فبذلك نكون جميعا يدا واحدة في مواجهة تقلبات الطقس وحماية الأرواح والممتلكات. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.